نصائح مؤمن. السلام عليكم يا أصدقائي. ما أرجوه أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة واستفدتم منها. من المؤكد أنكم تعلمون يا أصدقاء أن الله تعالى هو الذي أنزل القرآن الكريم، وهو الذي يحفظه في صدور عباده المؤمنين. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وأدعوكم الآن أن نستخلص معا ما ورد في هذه الحلقة من نصائح تتعلق بآداب تلاوة القرآن الكريم وحفظه. أن نقصد بقراءته وجه الله تعالى، أن نكون على طهارة تامة ونجلس في مكان طاهر، أن نتعوذ في أول قراءته سواء كان ذلك في أول السورة أو في أثنائها، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. البسملة في أول كل سورة عدا سورة براءة. أن نقرأ بخشوع وتدبر وإمعان. أن نطبق أحكام التجويد ونحسن صوتنا في أثناء التلاوة من غير تكلف. يجب على السامع سواء سمع من قارئ أو من مذياع أن ينصت ويفكر في آيات القرآن الكريم. أن نتوقف عن التلاوة عند التثاؤب حتى يزول. عدم قطع التلاوة بالحديث مع الناس إلا للضرورة، كرد السلام مثلا. سؤال الله تعالى من فضله عند آيات الرحمة، والاستجارة بالله تعالى عند آيات الوعيد. أن نداوم على تلاوة القرآن الكريم حتى لا ننسى ما حفظناه. الالتزام بأوامر القرآن الكريم والانتهاء عن نواهيه. أن نتخلق بأخلاق القرآن الكريم ونعمل به دائما. وإلى اللقاء يا أصدقائي مع حلقة جديدة ونصائح جديدة. القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات، وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه، وهي آداب تلاوة القرآن. فمنها إخلاص النية لله تعالى، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن، يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ. ومنها التسوك والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة. وعند البدء بالتلاوة يستعيذ بالله من الشيطان. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويرتل القرآن بتمهل وتبيين للحروف. وكان ابن عباس يقول: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. ويستحب تحسين الصوت بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب. ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.